بدأ الفتح الإسلامي للمغرب في منتصف القرن السابع الميلادي، واكتمل في أوائل القرن العشرين. انتشرت اللغة العربية والإسلام في المنطقة بعد الفتح الإسلامي، على الرغم من أنها جزء من خلافة إسلامية. فقد تم تنظيم المغرب في البداية كمقاطعة تابعة للمغرب الأدنى، وتعيين الحكام المحليين من قبل الحاكم المسلم في القيروان. اعتنق البربر الأصليون الإسلام، لكنهم حافظوا على قوانينهم العرفية، كما دفعوا ضرائب وتكريم للإدارة الإسلامية الجديدة. في عام 740 للميلاد تمرد الأمازيغ ضد الخلافة الأموية الحاكمة، مدفوعا بتحريضات خوارج متدينة. بدأت الثورة بين القبائل البربرية في المغرب، وسرعان ما انتشرت في جميع أنحاء المنطقة. على الرغم من أن التمرد هدأ في عام 42 و700 للميلاد قبل أن يصل إلى أبواب القيروان، لم يتمكن الحكام الأمويون في دمشق ولا خلفائهم العباسيون من فرض حكمهم على المناطق الواقعة غرب إفريقيا. خرج المغرب من السيطرة الأموية والعباسية، وتقسم إلى عدة دول بربرية صغيرة ومستقلة مثل برغواطة وسجل ماسة ونيكور، بالإضافة إلى تلمسان وتيارت، والتي تعرف حاليا بغرب الجزائر. قام البربر بوضع دولة إسلامية خاصة بهم. حافظ البعض مثل بنو يفرن على روابط مع الطوائف الإسلامية المتدينة، بينما بنى البعض الآخر مثل برغواطة عقيدة توفيقية جديدة. الدولة البرغواطية أول مملكة إسلامية مستقلة تنفصل عن الخلافة بالمشرق، وحكم البرغواطيون في بلاد تمسنا الممتدة من مدينة سلا شمالا إلى آسفي جنوبا لأكثر من 3 قرون، بين سنتي 744 و 1058. السلالة الإدريسية. بدخول شمال المغرب تحت حكم الأدارسة، ظهرت بوادر انفصال هذا الإقليم عن الخلافة بالمشرق. عقب عدة محاولات تحققت هذه الرغبة بظهور إمارة في شمال المغرب هي دولة الأدارسة سنة 788. وقد كان مؤسس هذه الدولة المولى إدريس بن عبد الله المحض العلوي الهاشمي، الذي حل بالمغرب الأقصى فارا من موقعة فخ قرب مكة سنة 786. استقر بمدينة وليلي، حيث احتضنته قبيلة أورب الأمازيغية ودعمته حتى أنشأ دولته. هكذا تمكن من ضم كل من منطقة فزاز ثم تلمسان. اغتيل المولى إدريس الأول بمكيدة دبرها الخليفة العباسي هارون الرشيد، ونفذت بعطر مسموم. بويع ابنه إدريس الثاني بعد بلوغه سن 12. قام هذا الأخير ببناء مدينة فاس، كما بسط نفوذه على وادي أم ربيع ونواحي فاس بالمغرب. دولة نيكور. وكانت إمارة نيكور أول إمارة إسلامية مستقلة بالمغرب الأقصى بعد ثورة الأمازيغ على ولاة بني أمية، كما أنها تمهدبت بالمذهب السني خلافا لباقي الإمارات المغربية الأخرى التي كانت على المذهب الصفري الخارجي. ظهرت إمارة نيكور منذ سنة 123 هجرية الموافق ل 744 ميلادية على يد صالح بن منصور المعروف بالعبد الصالح، الذي نزل بمنطقة تمسامان في الريف. الدولة المغراوية تحت قيادة زيري بن عطية، الذي توفي سنة 1001 للميلاد. تمكن المغراوة من بسط نفوذهم إلى فاس، ووسعوا دولتهم على حساب بني يفرن. وحين قامت ثورة ضد الأمويين، تمكن المنصور الأموي من إخمادها، إلى أن المغراوة تمكنوا من استعادة السيطرة على فاس. الدولة المرابطية. في حدود القرن 11 الميلادي ظهر مجموعة من الرحل ينتمون لقبيلتي لمتونة وجدالة، واستطاع عبد الله بن ياسين وهو أحد المصلحين الدينيين أن يوحد هاتين القبيلتين وينظمهما وفق مبادئ دينية، متخذا اسم المرابطين لحركته. وهكذا سعى المرابطون إلى فرض أنفسهم كقوة فاعلة، وتمكنوا من إنشاء دولتهم عاصمتها مراكش التي أسسوها سنة 1069 ميلادية. بسط المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين سلطتهم على مجمل المغرب الحالي وبعض جهات الغرب الجزائري والأندلس ابتداء من سنة 1086 ميلادية،
وبهذه التوسعات يعتبر يوسف بن تاشفين أول ملك يوحد المغرب الأقصى من الشمال إلى الجنوب، بعد أن قضى على كل الدول التي كانت تتقاسم المغرب منذ القرن الثامن للميلاد. الدولة الموحدية في بداية القرن الثاني عشر ميلادي تعاظم بالمغرب شأن المصلح الديني والثائر السياسي المهدي بن تومرت، حيث استقر بقرية تنمل بجبال الأطلس الكبير جنوب شرق مراكش، ونظم قبائل مصمودة من حوله بغرض الإطاحة بدولة المرابطين التي اعتبرها زائغة عن العقيدة الصحيحة للإسلام، كما سمى أتباعه بالموحدين. استطاع الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن علي من السيطرة على المغرب الأقصى كله بحلول سنة 1147 ميلادية، كما تمكن من بسط نفوذه على شمال أفريقيا كلها والأندلس، مؤسسا بذلك أكبر إمبراطورية بغرب المتوسط منذ الإمبراطورية الرومانية. الدولة المارينية. ينحدر المارينيون من قبيلة زناتة، وهي من أكبر القبائل الأمازيغية، وقبل الملك كانوا بدوا في شرق المغرب يجوبون ما بين ملوية ومدينة فيجيج، وأحيانا وصلوا حتى بلاد الزاب بأفريقيا. ومعنى كلمة المارينيون القبائل التي هلكت ماشيتها، وهم قبائل بدوية كان أول ظهور لهم كمتطوعين في الجيش الموحدي، واستطاعوا تشكيل قوة عسكرية وسياسية مكنتهم من الإطاحة بدولة الموحدين سنة 1269 للميلاد. الدولة الوطاسية. الوطاسيون من سلالة أمازيغية، وهم وزراء بني مارين، حيث اقتسموا السلطة في المغرب الأقصى، فكان نصيبهم منطقة الريف. استغلوا ضعف الدولة المارينية في أواخر عهدها فاستولوا على السلطة، ودام حكمهم من 1471 إلى 1554 للميلاد. الدولة السعدية. انطلقت حركة الشرفاء السعديين من جنوب المغرب، تحديدا من منطقة درعا، وقد اتخذت شكل مقاومة جهادية ضد المحتل الإيبيري للمدن الساحلية. غير أن السعديين ما فتئوا يتحولون إلى قوة عسكرية وسياسية تمكنت من فرض نفسها في غياب سلطة مركزية قوية قادرة على توحيد البلاد ودرء الاحتلال. وقد ساعد في بروز دولة السعديين سلسلة من الانتصارات المتلاحقة التي حققوها، والتي كللت بدخولهم مراكش سنة 1525 ميلادية، ثم فاس سنة 1554، وقد كان هذا إيدانا بقيام حكم الدولة السعدية بالمغرب. لقد كان الانتصار المدوي للسعديين على البرتغال في معركة وادي المخازن، أي معركة الملوك الثلاث، سنة 1578 بالغ الأثر على المغرب، حيث أعاد للمغرب هيبته في محيطه الجيوستراتيجي، كما مكنه من الاستفادة اقتصاديا خاصة في علاقته مع أفريقيا. كانت وفاة المنصور الذهبي سنة 1603 إيدانا باندحار دولة السعديين بفعل التطاحن على السلطة بين مختلف أدعياء العرش. السلالة العلوية. سلالة العلويين الحاكمة. الأسرة العلوية هي العائلة المالكة حاليا في المغرب. يأتي الاسم العلوي من علي، أي علي بن أبي طالب، الذي خلف خليفته شريف بن علي أمير تفيلالت عام 1661. كان ابنه مولاي الراشد قادرا على توحيد وتهدئة الأوضاع في البلاد. يعود نسب الأسرة العلوية لنسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة الزهراء وزوجها علي بن أبي طالب. قام إسماعيل بن شريف بين سنتي 1672 و 1727 بتعزيز المملكة من خلال إنشاء دولة موحدة في مواجهة معارضة القبائل المحلية، بما أن العلويين على عكس السلالات السابقة لم يكن لديها دعم من أي قبيلة أمازيغية أو بدوية. سيطر إسماعيل على المغرب من خلال تأسيس جيش تحت مسمى جيش عبيد البخاري، وبهؤلاء الجنود طرد الإنجليز من طنجة سنة 1684 والإسبان من العرائش عام 1689. لم يحافظ المغرب على وحدته بعد وفاة مولاي إسماعيل بسبب الصراعات على السلطة التي تلت وفاته. أصبحت القبائل قوى سياسية وعسكرية مرة أخرى،
نجح محمد الثالث بين سنتي 1757 و 1790 في إعادة توحيد المملكة، وتم التخلي عن فكرة المركزية وسمح للقبائل بالحفاظ على استقلاليتها. في 20 ديسمبر سنة 1777 كان المغرب من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة الولايات المتحدة المستقلة حديثا. خلال حكم محمد الرابع والحسن الأول سعى العلويون إلى تعزيز العلاقات التجارية خاصة مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة. تم تحديث الجيش والإدارة أيضا لتعزيز السيطرة على القبائل الأمازيغ والبدو. في عام 1859 خاض المغرب حربا مع إسبانيا وحصل على الاستقلال في مؤتمر مدريد عام 1880. كما اكتسبت فرنسا نفوذا كبيرا في المغرب. سعت ألمانيا لمواجهة النفوذ الفرنسي المتزايد، مما أدى إلى الأزمة المغربية الأولى سنة 1905 و1906 وأزمة أكادير عام 1911. وفي عام 1912 أصبح المغرب تحت الحماية الفرنسية من خلال معاهدة فاس. وبعد مسيرة أكثر من 40 سنة من أجل الاستقلال، وفي 16 نوفمبر 1955 عاد محمد الخامس والأسرة الملكية من المنفى. وفي 2 مارس 1956 اعترفت الحكومة الفرنسية باستقلال المملكة المغربية في التصريح المشترك الموقع بين محمد الخامس والحكومة الفرنسية. وفي 7 أبريل 1956 تم التوقيع مع إسبانيا على اتفاقيات تم بموجبها استرجاع المغرب لأراضيه في الشمال. وفي اليوم 22 من نفس الشهر انضم المغرب إلى منظمة الأمم المتحدة. وفي العام 1958 استرجع المغرب إقليم طرفايا من الاحتلال الإسباني، وتم إلغاء القانون الذي تم بمقتضاه تدويل مدينة طنجة